لو قلت لك كلمة سعادة، إيه أول حاجة بتيجي على بالك؟ ممكن تكون لحظة نجاح، حضن من حد بتحبه، ضحكة طالعة من القلب وانت وسط ناس بتحبهم، أو ممكن لحظة هدوء بعد تعب طويل لما تحس إنك خلاص وصلت. بس خليني أسألك سؤال تاني، هل السعادة دي بتفضل؟ ولا بتختفي أول ما الدنيا بتمشي عكس اللي احنا كنا متوقعينه؟ عمرك سألت نفسك ليه ساعات بتحس إنك مبسوط جدا وساعات تانية مهما حاولت مش قادر تفرح؟ النهاردة مش هنطارد السعادة، النهاردة هنرجع نفسنا للحالة اللي كانت سعيدة من البداية، وهنكتشف مع بعض يعني إيه أصلا سعادة وإزاي نعيشها من غير ما نطاردها. كلنا عندنا اللحظة دي اللي بتفضل محفورة جوانا، الوقت فيها بيقف والإحساس بيبقى واضح، مفيش حاجة نقصاني. بس المفارقة هنا إن اللحظة دي مش اللي جابت السعادة، اللحظة دي هي اللي كشفتها لنا. السعادة مش حاجة بتيجي من بره، دي حالة كانت موجودة بس إحنا كنا ناسيين طريقها. مايكل سينجر واحد من الناس اللي فعلا غير لي طريقة تفكيري عن السعادة. هو بيقول الناس بتفتكر إن السعادة هي لما الدنيا تمشي على مزاجهم، يعني لما آخد اللي نفسي فيه، يعني زي لما أرتبط مثلا بشخص اللي أنا بحبه. هو قال باختصار السعادة بتساوي getting what I want، يعني لما أحصل على اللي أنا عاوزه. وده بقى الفخ الأكبر في اللعبة، لأن الحياة عمرها ما هتمشي على مزاجنا طول الوقت، ولا اللي نفسنا فيه النهاردة ممكن بكرة ما يهمناش. ولو السعادة بتظهر لما الظروف تمشي زي ما انت عايز، يبقى انت سلمت مفتاح سلامك للعالم الخارجي، ودي بداية كل معاناة. مايكل سينجر عمل تبسيط عبقري سماه The Truth Table of Happiness، جدول حقيقة السعادة، وهو عبارة عن 4 خانات بسيطة بنعيشهم كل يوم من غير ما نحس. خليني أشرح لك الجدول بطريقة مبسطة. هو في 4 حالات. الحالة الأولى بحصل على اللي أنا عاوزه، وده نتيجته إن أنا ببقى مبسوط والإحساس بتاعه بيكون أنا كده تمام. الحالة التانية ما باخدش اللي أنا عاوزه أو لا أحصل على اللي أنا عاوزه، والنتيجة هنا بكون محبط والإحساس ليه لأ أنا أستاهل. الحالة التالتة بحصل على اللي مش عايزه والنتيجة بكون متضايق، الإحساس ده مش عدل. الحالة الرابعة لا أحصل على اللي أنا مش عايزه والنتيجة بتكون ارتياح، والإحساس هو الرضا والحمد لله. العقل بيحسبها كده كل ثانية، يعني إحنا طول الوقت عايشين جوه الماتريكس من الاحتمالات ديت. بس خليني أسألك سؤال، إيه احتمال إن الدنيا تفضل ماشية على مزاجك طول الوقت؟ تقريبا 0، والنتيجة إن الحياة كلها ups and downs، وساعتها السعادة بتبقى رد فعل مش حالة ثابتة. مايكل سينجر برضو بيقول It is not about letting go of life. It is about letting go of what you stored inside that you could not handle. يعني مش إنك تسيب الحياة تمشي من غيرك، لكن تسيب التعلق اللي جواك، تسيب الخوف وتسيب التوقعات والاحتياج الدائم إن كل حاجة تمشي زي ما أنت عايز. لأن في الحقيقة اللي بيتعبك مش اللي بيحصل، اللي بيتعبك هو التمسك بالشعور اللي عايز تكرره. اللحظة اللي تفرح فيها بحاجة عقلك بيحاول يمسكها ويقول عايز كده دايما، وهنا بيتدخل قانون عالمي هو بسيط اسمه The Law of Diminishing Returns، أو زي ما بنسميه بالعربي قانون تناقص المتعة أو قانون التعود. ومعناه إن أي حاجة في الخارج زي متعة ونجاح حب فلوس مهما كانت قوية في البداية، تأثيرها بيقل مع الوقت. زي مثلا أول مرة تسافر بتحس إنك عايش حلم، المرة التانية بتبقى حلوة، المرة التالتة بتبقى عادية. ليه؟ لأن المتعة دي مبنية على الإحساس الخارجي، والإحساس الخارجي دايما بيقل لما تتمسك بيه. فالعقل اللي بيدور على السعادة بره بيقع في فخ المزيد، كل مرة يقولك محتاج أكتر، محتاج أقوى، محتاج جديد. وهنا بيجي دور اللاتينج جو أو التخلي، لأن الحل مش في إنك تزود التجارب،
الحل إنك تقلل التعلق بيها. لما تبطل تمسك في كل لحظة حلوة وتخاف تسيبها، لما تفهم إن السعادة مش في التجربة لكن في الوعي اللي شايف التجربة، ساعتها بتتحرر من قانون التعود نفسه. كل مرة بتسيب بتحس إنك خفيف أكتر، والجميل إن متعتك بالحياة بتزيد مش بتقل، لأنك أخيراً بطلت تطلب منها حاجة. في فرق كبير بين الاستسلام والتسليم. الاستسلام ضعف، لكن التسليم وعي. زي اللي راكب موجة في البحر، لو حاول يتحكم فيها أو يقاومها هيغرق، لكن لو فهم الموج وساب نفسه يتحرك معاها هو اللي هيوصله للشط. التسليم مش إنك تسيب الدنيا تمشي سايبة، التسليم إنك توقف الحرب بين اللي بيحصل واللي كنت متخيله لازم يحصل. الحقيقة إن السعادة مش في الحصول، السعادة في التحرر. وده بيفسر ليه ساعات اللي بيتعبنا مش اللي بيحصل، اللي بيتعبنا هو مقاومتنا ليه. لما تقول أنا ما كانش المفروض يحصل كده، أنت بتحارب واقع خلاص حصل. وده فكرني بجملة قرأتها قبل كده لكاتبة قالت When you argue with reality you lose but only 100% of the time. يعني إحنا الخسرانين في مقاومتنا للحقيقة 100% من الوقت. لما تسمح للحظة تكون زي ما هي، السلام بيطلع من جوه مش من بره. واللاتين جو أو التخلي أو التسليم مش ضعف، ده وعي. لحظة إدراك إن الموج مش ضدك، الموج جاي علشان يساعدك لو سمحت له. هاوكنز قال في كتابه The Power versus Force، قال True power comes from alignment not from effort. يعني قوتك مش في الشد، قوتك في الانسجام. لما تبطل تمسك في كل حاجة، الحاجات الحقيقية اللي كانت بتجري منك تبدأ تجيلك لوحدها، مش لأنك فرضتها لكن لأنك بقيت في حالة استقبال مش مطاردة. يمكن السعادة مش هدف، يمكن هي الطريق نفسه. لما تتصالح مع نفسك وتقول أنا مش محتاج الكمال علشان أكون في سلام، هنا بتبدأ الرحلة الحقيقية. ونفهم إن كل لحظة في حياتنا اختبار، هي اختبار لحريتنا الداخلية. هل نختار نبقى عبيد للظروف ولا أحرار جواها؟ السلام مش في الخارج، السلام جوانا، وهو مستنينا نبطل مقاومة. لما تسيب وهم لازم أتحكم في كل حاجة، تكتشف إنك ما كنتش محتاج السيطرة أصلا، تحس إنك بتتنفس لأول مرة. وهنا بيتر سيج سمعته مرة بيقول جملة عجبتني جدا: Be a loyal servant to your inspiration, not a warrior against life. يعني كن خادما مخلصا لإلهامك وليس محاربا ضد الحياة. يعني ببساطة لما تبطل تحارب، الحياة نفسها هتبدأ تخدمك. افتكر كده آخر مرة اتضايقت فيها، بدل ما تقول ليه ده حصل، جرب تسأل ليه مش قادر أقبل إنه حصل. وهل اللي وجعك هو الحدث نفسه ولا اللي حصل جواك من أثر الحدث؟ الملاحظة دي أول خطوة ناحية الحرية. خليني أديلكم تمرين بسيط. لما فكرة مزعجة تجيلك اكتبها واسأل نفسك ال4 أسئلة دي. 1. هل أنا متأكد إنها صحيحة؟ 2. هل أقدر أعرف إنها 100% صحيحة؟ 3. وأنا مصدق الفكرة دي كنت بحس بإيه؟ 4. هكون مين لو ما صدقتهاش؟ الأسئلة دي بسيطة لكنها بتفتح باب الوعي وتفكرك إن السلام اللي بتدور عليه بره كان جواك طول الوقت. في النهاية السعادة عمرها ما كانت نتيجة، هي حالة من الوعي بتحصل لما تبطل تحارب وتبدأ تعيش. لما تبطل تدور على السعادة تكتشف إنك أنت السعادة. خلينا نفتح مساحة راقية بيننا للحوار، وسيب في التعليق إيه تعريفك الشخصي للسعادة بعد ما شفت الفيديو ده، أو تقول لنا موقف واحد سلمت فيه بدل ما تقاوم وحسيت إنك ارتحت فعلا. ولو هتسيب حاجة النهاردة علشان تدي مساحة لسلامك الداخلي هتكون إيه هي؟ اكتب رأيك بهدوء واحترام. خلينا نخلق نقاش متحضر ونشارك فيه وعي بدل ما يكون فيه جدال، لأن ساعات كلمة بسيطة صادقة منك ممكن
توقظ سلام في قلب حد تاني.